السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم كاملين في مطبخ سيرين، شرفتوني ونورتوني. كما تشوفوا اليوم عملنا كسكسي بالخضرة، لا اللحم لا هم يحزنون، وعملنا معاها الشبتية. هذه الأكلة هذه للنباتيين اللي ما يحبوش اللحم. أنا جوست زدت عليهم شوية قديد فقط. كما تشوفوا حطينا فول عربي وحطيت الفول المصري، الحمص راه الكمية هذه انتم تتحكموا فيها. كما تشوفوا في الجهة الأخرى أنا حطيت القديد صمته باش تتنحى القوة متاعه وتتنحى الأملاح اللي موجودة فيه. بالطبيعة تحبوا تحطوا شوية، تحبوا تحطوا برشا، الحرية ليكم، وتحبوا ما تحطوش زيادة كيف ما فما حتى مشكل. بعد نصيف ساعة من طيابهم حطيت زيت، حطيت 2 مغارف كبار، يعني 2 مغارف، المغرفة راي الكبيرة هذيك اللي نحركوا بها، ولا وهريسة عربي، وخلطتهم وخليتهم يزيدوا يطيبوا به. نرجعوا للكسكسي لهنا. واش نعملوا في الكسكسي؟ كما العادة نعملوا الزيت متاعنا ونعملوا نصبوا عليه الماء ونخليوه يتشرب. هاكا فيه كعبات فلفل أكحل. كملوا تفوروا، بدينا حطيناه يفور في التفويرة الأولى. حطيت الخضرة متاعي، بالطبيعة الخضرة اللي تحبوا تاكلوها. أنا حطيت البصل هاكا، حطيت السفنارية، لا إله إلا الله محمد رسول الله، حطيت السفنارية وحطيت اللفت الأبيض هذاك اللي يحب ياكله الحقيقة يبنن الماكلة، وحطينا الكرنب اللي هو هيك. بالطبيعة على خاطر الكرنب ضعفنا رانا كمية الطماطم، لأنه يشرب الطماطم وتقعد المرقة خفيفة هيك، علاش احنا زدنا في كمية الطماطم. القرع خليناه بالطبيعة خاطر يطيب فيسا، وعدلنا الملح متاعنا ورجعنا الكسكسي يفور. هذايا كسكسي مفور، هذاك علاش مريتونيش سقيته مرة أخرى بالماء. نحط عليه الكركم والفلفل أكحل ونخليه يزيد يفور. توا في الوقيت هذايا بعد ربع ساعة حطيت القرع الأحمر، اللي يحب قرع أخضر زيادة ينجم يحط. حطيت القرع الأحمر متاعي ونرجع نحط الكسكاس، يقعد الكسكسي يفور على طول ما في اللقطة هذه. كما تشوفوا عندي لفاحات النعناع، هريسة عربي، تابل وكروية، كركم، فلفل أكحل وملح. الخضرة سبناخ، معدنوس، وعنا الشبت اللي هي العروش متاع البسباس، وعندي البصل. راهو تنجموا تضاعفوا الكمية، تنجموا زيادة تعملوا معدنوسة كهوة بلا السبناخ. نخدموهم بيدينا بالكدا بالكدا بالكدا، نقعدوا للي تقل الكمية نقعدوا هكيكا، للي السبناخ والمعدنوس والشبتية يسيبوا أول حاجة الريحة، ثاني حاجة ما عادش يوليو واقفين، يوليو طايحين. وبعد نزيد عليهم عندي كمية متاع السميد المتوسط، اللي عنده الأحرش يعمل، اللي عنده المتوسط يعمل، واللي ما عندوش هذوما الزوز وعنده الكسكسي الجيد الباكوات هذاك النجمو نعملو منه زادا كيف نخلطهم بالكدا بالكدا مع بعضهم، ونقعد نخدم فيهم كما تشوفوا فيا بالجهد والعطاء الله. نخدموهم بالكدا بالكدا باش يسيبوا كالتعليكة. اوكي، نزيدوا عليهم اللفاحات متاعنا. اللي يحب الفلفل زينة، انا حطيت فلفل زينة خاطر فيه تحرحيرة شوية هيك، علاش ما نجمتش نحط معاهم الهريسة العربي.
اللي يحب يحط هريسة عربي وحدها زيدا كيف كيف ينجم يحط. شوفوا على هنا تلمو اللي هي سيبة التعليقة متاعها، شفتوا كي نعمل هكاية تتكعبر. اما احنا مضطرين رانا نحطوا البيض، هذه البيضة الاولى، وباش نزيد البيضة الثانية بعد نقعد نخلط فيهم ونشوف. البيض علاش عملناه؟ باش ما تتحللناش في المقلة كي نقليوها، هذاك علاش. هذه البيضة الأولى خلطتها، وإن شاء الله بقدرة ربي نزيد البيضة الثانية ونقعد نخدم فيها زادا كيف كيف هكاكا للي نتحصل على الخليط اللي كيما نحب أنا يعني. هذيك البيضة الثانية شفتوا الكمية قديشها ولات قليلة. حاجة برك انتبهوا لكمية الملح، ما تخليوش يعني نحاولوا لماكسيموم نقلوا من كمية الملح. توش نعملهم انا كعابر كيما هكايا تاع كفتة. الكبر اختياري، يعني تنجموا اصغر من هكاكا تنجموا اكبر، انتما احرار. هذه شهوة متاع صديقتي، نسيت باش نقول لكم، هذه شهوة متاع صديقتي تعيش في بريطانيا. إن شاء الله تعجبها وإن شاء الله تعملها، ونقول لها نحبك برشا وأي حاجة تستحقها أنا بالخدمة. ونكملوا الكمية الكل بالطريقة هذية. وفي الوقت هذايا ما ننساوش باش نقولوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كملنا الكمية متاعنا. بدي نكعبر فيهم خليني يختك يبدأ واحد يسجل راوش يكثر تسكير البيبان، وش يكثر حلين البيبان، وش يكثر كل واحد يولي يحب يقول لك كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هاي المهم كملنا الكمية متاعنا هذه الكل، ونحطوا الزيت يسخن على درجة متوسطة، ما نحطوش الزيت متاعنا عالي برشا، لا نحطوه على درجة متوسطة باش الكعبة الكفتة ما تطيبش من برا وتقعد من داخل. نوطيو في الغاز ونحطوهم يتقلوا، ما نقعدوش نحركوا هكا. بعد وقت قصير نمشي ونحطوا نقلبوهم يعني. هذا الفلفل متاعي انا في الصيف نخبي الفلفل خاطر نحب الفلفل الحار. كما تشوفوا فيه جبته من الكونجيلاتور، غسلته وحطيته ونوطي في الغاز ونخليهم حتى لين الصوص تطلع الزيت. هذه الشبتية متاعنا حضرت، تو كي تبرد نقص لكم كعبة تشوفوها من داخل، ونكمل بقية الكعبات. اللقيت هذايا ما تنساوش باش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. مرحبا أصحابي القدام اللي معايا، ومرحبا بالأحباب الجدد اللي دخلوا القناة، شرفتوني ونورتوني. هذا الكسكسي بعد ما فور هاكا كيما تشوفوا فيه ماهوش لاصق ماهوش مكعبر لهنا، باش ناخذ الطرف المزيت هيك من الفوق
وبعد نسقي. علاش أنا نعمل الكسكيس؟ باش الخضرة ما تطيحش في يعني كتطيح لي في الكسكيس خير من اللي تطيح لي في الكسكسي. أنا هكاكا ما نحبهاش مسخة بالكسكسي. هاكا نخلط الكسكسي متاعي بالكدا بالكدا للي نحسو اشرب الكمية اللي حاجتو بيها. معنا ما نزيدوه الملح معدل، حطينا فيه من قبل الفلفل الأكحل والكركم، شفتوه كيفاش ذهبي اللون ما شاء الله. هو نعبيو الكسكسي متاعنا في طبق التقديم. الله يبارك، تقول كسكسي عرس، نحيو الخضرة يوليو كسكسي عرس. ونحطو الخضار متاعنا. أنا الحقيقة من عشاق الكسكسي بالخضرة أكثر من الكسكسي باللحم. الحقيقة الكسكسي بالخضرة والعصبين من الأكلات المفضلة عندي. طبق اقتصادي يعتبر، خاطر حطينا فيه الخضرة. الكسكسي عندنا موجود في الدار، والباقية كان الخضرة اللي مش موجودة ناخذو اللي نحبو عليه. القديد زادة اختياري للي يحب يحط. الحقيقة يزيد يبنن يعطيه طعم آخر. ونكمل نزين البلا متاعي بطريقة عشوائية. الريحة ما شاء الله. وهذه كما تشوفوا الشبتية متاعنا كيفاش حضرت، كيفاش اللون اللي حشتنا بيه. هذه نقسم لكم كعبة باش تشوفوها من داخل كيفاه. طيبة في حقها. ونزين الكسكسي متاعي وكيما تشوفوا ما شاء الله. ان شاء الله اللي طيبوا ياكل بالصحة وبالشفاء. وإلى اللقاء في فيديو آخر. ما بقى لي كان باش نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي في فيديو آخر، وما تنساوش اللايك والاشتراك بالقناة باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا.